في فئة كده من العربيات بتبقى مصنوعة عشان تدلعك، والألفا روميو جوليا فيلوتشي اللي معانا النهاردة دي معمولة عشان تدلعك مخصوص. تنزل بقى في الويك اند تدوس بيها براحتك ما يهمكش. النهاردة هنعمل ريفيو كامل على الألفا روميو جوليا 2026. يلا بينا. She ain't into no drama. She ain't into no no drama. Bullets with you bullets to the face. She ain't into no drama. Bullets left the face. She ain't into. الألفا روميو جوليا أصلا كان بينزل منها فئة زي بي ام دبليو ام 3 كانت اسمها كوادرفوليو، ولكن للأسف هيتوقف إنتاجها قريب، فهي دي الوحيدة الدي ان ايه المتبقي من الألفا روميو جوليا فيروتشي. الألفا روميو بتنزل بفئة واحدة سعرها 3 مليون 390، هي فئة واحدة بس اللي بتنزل في السوق المصري. طيب بصوا كده مفتاح العربية أولا، شكله شيك، مفتاح إيطالي شكله شيك حلو قوي وتقيل، وفي لوجو ألفا روميو في ظهر المفتاح. طيب تصميم العربية بصوا فيها أول حاجة كده فيها ويلكم لايت. لو فتحنا العربية أنوار بتعمل كده ويلكم لايت لذيذ قوي، شكله حلو الصراحة. تصميم العربية عمره ما بيقدم حتى لو ما عملهاش فيس ليفت، العربية شكلها شيك. الفوانيس كده فيها حتة زي الكربون فايبر شكلها شيك، وفيها من فوق كده ألفا روميو كاتبينها بالفونت الإيطالي. وطبعا زي ما انتم شايفين الشبكة الشهيرة الألفا روميو محافظين عليها من أول التسعينات، من أول الألفا روميو ال 157 موجودة فيها برضه من ساعتها، ولوجو ألفا روميو في وسط الشبكة، والكبوت بسحبته الإيطالي برضه اللي شكلها حلو، فيها كده خطين داخلين في وسط الكبوت شكلهم لذيذ قوي. والعربية مجملا شكلها حلو، والفوانيس بتاعتها شكلها الصراحة جامد جدا. فيها فتحات تهوية هنا عشان يهوي التوين تيربو اللي في العربية، والفتحات كبيرة وشكلها حلو، والعربية مجملا شكلها إيطالي قوي ودي ان ايه إيطالي جدا. وأكتر حاجة بتميز العربية الألفا روميو إن هي بتيجي بالموتور الإنلاين 4 ال 2000 سي سي تربو اللي بيخرج 280 حصان و400 نيوتن متر، متوصلين على فتيس 8 سرعات زد اف زي اللي في بي ام دبليو ام 3 برضه، هو نفس الفتيس. فالعربية مجملا أدائها رياضي جدا على حجمها، لأن هي العربية رياضية وبتديك أداء رياضي. والعربية تعتبر أول ويل درايف، هقول لكم هفهمكم ليه أول ويل درايف. لان هي 80% دفع خلفي و20% دفع الامامي، فعشان كده بيبقى اسمها اول ويل درايف، ولكن هي بتديك برضو حته فرق كده، ممكن برضو لو عايز تخمس بيها تخمس بيها. تسارع العربيه بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 5 ثواني او 5.2 سكندز، سرعتها القصوى حوالي 285 كيلومتر في الساعه. طبعا العربيه دي بتدي لك ارقام كبيره جدا كتسارع وكتوب سبيد وكمناورات، والعربيه دي ثباتها ممتاز على الطريق، لان طبعا العربيه دي وزنها خفيف وحجمها صغير وموتورها قوي، فتوقع طبعا ان هي تديك منظومه كبيره جدا باداء كويس جدا. طيب الموتور مش متقفل من فوق ولكن متقفل من تحت، هي دي بس الحته اللي كانت ناقصاها، ان هي تقفل من فوق كانت هتبقى احسن بكتير. والموتور طبعا زي ما انتم شايفين تحس انك فاتح موتور فيراري، يعني دول قاصينه كده تحس كده ان هم قاصينه موتور 8 سلندر من فيراري. وممكن مش بعيد يكون ده على فكره صح، ان كانت التربوهات باينه والموتور عامه شكله رياضي، ومحطوط كده الفا روميو في فوق في وش الموتور من فوق. ومجملا الموتور شكله رياضي وحلو جدا الصراحه. والموتور برضو خفيف، كبوت العربيه خفيف جدا عشان يقللوا وزن العربيه فتجري اكتر. فمجملا وزن العربيه خفيف وهي بتجري الصراحه. ما اعرفش ليه بس حاسس ان انا عايز اقول في الشارع في العربيه من الجنب. العربيه مسحوبه سحبه جامده جدا، شكلها شيك قوي الصراحه. والعربيه كانت تحسها واطيه على الارض، عربيه فراري كده بس رخيص شويه، فعربيه شكلها شيك قوي الصراحه. هنا اللوجو فيروتشي، حاطين فيروتشي كده هنا زي برضو فراري بتحط اللوجو بتاعها هنا. هو تاتش ايطالي في كل حته في العربيه. وزي ما انتم شايفين جنط العربيه شكله شيك قوي ماشي مع شكل العربيه، وكمان نفس الدوائر اللي مكمله في تصميم العربيه الامامي اللي هي في الشبك الامامي. والكاليبرز باللون الاحمر عليها الفا روميو، برضو حته من فراري، يعني كل حته العربيه دي تحسوها كده فراري بس صغيره شويه. طيب المرايات بالكربون فايبر دي حاجه حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين السقف فيه فتحه سقف من فوق، والبيانو بلاك مكمل معاك في الازازه العربيه من كل حته. ومقاس الجنط الخلفي الكاوتش طبعا بريلي، مقاس الجنط الخلفي تعالوا ندور عليه 255، يعني اللي ورا عرضه اكتر بحوالي 30 او 35 سنتي، فاكيد اللي ورا عشان العربيه دافعه خلفي فاللي ورا بيبقى اكبر. والديسكات طبعا ديسكات امي خلفي دي حاجه مش هنتكلم عليها كتير. وفي الكوادرفوليو بتبقى كربون سيراميكس، فطبعا اغلى بكتير جدا من الجوليا العاديه. وفي طبعا ويلكم لايتس خلفيه برضو زي الاماميه، والفوانيس هي اللي في الكوادرفوليو بالظبط، شكلها برضو شيك. والفريم الازاز الخلفي بتاع الفوانيس شفاف، شكلها رياضي وحلو قوي. في هنا كوادرفوليو عشان العربيه دافع رباعي. وزي ما انتم شايفين هنا في لوجو جوليا ولوجو الفا روميو، وديفيوزر طبعا حقيقي، وفتحه شكمان 2 حقيقيين برضو مش فيك.
الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا. فالعربيه من ورا شكلها عنيف وحلو. التعليق الخلفي طبعا مالتي لينك، والامامي دبل ويش بون. شنطة العربية خلفية 480 لتر، وبرضه مساحتها حلوة أوي، يعني ممكن تاخد عيلتك وأنت بتجري مفيش أي مشاكل. مساحتها كويسة وزاوية الدخول بتاعتها حلوة. وهنا برضه في تفاصيل لوجو ألفا روميو على مثلث المرور، شكلها حلو. مرايات طبعا، وفيها كاميرا 360 وكل الأنظمة الأمان اللي أنتوا عارفينها. ناخد كده بقى مفاجأة، احنا خدنا رياضية كتير قوي وأداء حلو، ناخد مفاجأة وحشة بس. النفق مفيش حد بني آدم أو كلب ينفع يقعد في النص. المساحة اللي في النص الفتيس الزد اف التمن نقلات، واخد غالبا يعني مرفوع فوق التابلو أو في نفس مستوى التابلو، فأنت مش هتعرف تقعد هنا حد، إلا ممكن بقى هيتحشر حشرة من عيل. ولكن مساحات كويسة، أنا مرجع الكرسي جامد بزيادة قوي ومساحات كويسة. اكيد طبعا هي مش عربيه عائليه، ولكن المساحات لو انت عايز تاخد عيلتك وعيلتك مش كبيره، لا هي مساحات مش وحشه. وفيها هنا بصوا حته مجوفه عشان ركبك، وهنا مساحه تخزين، وفي مخرجين تكييف ورا، ومخرج يو اس بي عادي. هنا مساحه طبعا جلد، طبعا هنا كربون فايبر كده شكله شيك، والاكره كده عامله كانها بشكل طاير. والباب كله جلد، كله جلد مفيش اي مشاكل، والماتيريالز بتاعت العربيه حلوه جدا مفيش اي كلام عليها. والفرش باللون الاحمر ده شكله شياكه الصراحه. اول حاجه هتحسها ان لما تركب العربيه انك راكب عربيه اكزوتيك، هي تحسها كده عربيه اكزوتيك في نفسها. من اول احساس البادل شيفترز الالومنيوم اللي احساسها جامد جدا، كانها زي بالظبط في الفراري روما لو فاكرين. البادل شيفترز اللي كانت في فراري روما كانت نفس الشكل ونفس الاحساس، وثابته في التابلو، فهي مش بتتحرك معاك عشان تضايقك في الثبات او لو انت بتجري او كده. نفس فكره الفراري برضو، هما بيستخدموا نفس الموضوع ده. شاشة 12 انش، في ابل كار بلاي اندرويد اوتو، ولكن انفوتيمنت سيستم بتاعها اكيد مش هيقارن ببي ام دبليو مثلا ومرسيدس، لان هو قديم نسبيا شويه. في تيست شيفت باي واير زي ما انتم شايفين، الشكل القديم برضو على قديم وشكله حلو قوي الصراحه. وهنا عندك زرار الدي ان اي. دي ان اي ده بقى يعني الفا روميو مسميها دي ان اي عشان بيديك بقى كل الاداء، انت بقى بتختار انت عايز انهي مود، فيس زي سبورت ونورمال وايكو، بس هي الفا روميو بتسميها دي ان اي لان هي طبعا عندها عربياتها مميزه عن باقي العربيات. كراسي العربيه باكيت سيتس، يعني تعتبر باكيت سيتس. بصوا الدعم الجانبي داخل كده في جنبك، مش هيلزقك في الكرسي، مش هيحركك. مرايات تعتيم طبعا، والمواد كلها جلد زي ما انتم شايفين. ايدك كلها هتيجي على حته جلد او حته بريميوم او كربون فايبر، مش هتلاقي غير كده. والمسند العربيه الهيد ريستر عليه الفا روميو محفوره، يعني تحسوها كده عربيه اكزوتيك بجد في نفسها. ومسند بينزل سوفت ومتبطن طبعا ده كده كده. فيها 2 كاب هولدرز ومساحه تخزين هنا، ولكن ما فيهاش وايرلس تشارجر، دي كانت حاجه ناقصه العربيه جدا. وفيها طبعا تكييف اوتوماتيك، والدريكسيون العربيه الشيك اللي كله بالجلد وتحسه كده يعني فخم في نفسه قوي. وستارت ستوب هنا برضو زي الفراري ال 12، يعني هي كل حاجه انا بحاول اشبهها لكم بفراري لان هي فعلا واخداها منها. فهي احساسها الداخلي جميل جدا. المواد طبعا كلها جلد، كل المواد اللي هتيجي على ايدك عليها جلد. والسماعات العربيه من هاربون كاردن، معموله بالالمنيوم برضو، وصوتها اكيد جبار. هنا الشاشه 8 انش ودي 12 انش زي ما قلنا. وقعدة العربيه زي ما انتم شايفين مريحه جدا، الكراسي كهرباء وفيها ميموري سيتس، والفرش بالاحمر زي ما انتم شايفين ومريح قوي. وهنا زرار التحكم منه من الشاشه. والكونسول كده في حته عامله زي الكربون فايبر، بس هي غالبا الومنيوم مش كربون فايبر، بس برضه في الحالتين هي كويسه جدا. مساحه تخزين تحت، وممكن تحط مفتاح هنا وموبايلك هنا. وهنا في وايرلس تشارجر، هنا انا اسف لا فيها وايرلس تشارجر بس انا ما خدتش بالي منه. عندك مخرج عادي ومخرج يو اس بي سي ومخرج اي يو اكس. ومجملا العربيه بجد شياكه من جوه، ما فيش غلطه في العربيه من جوه حرفيا او حاجه، حتى لو انت بتتلكك لهم مش هتلاقي غلطه. العربيه فيها فتحتين سقف تعتبر بانوراما، بس هي منفصله فتحتين سقف مختلفين. وهنا انوار ال اي دي طبعا كده كده. وشكلها شيك قوي العربيه من جوه الصراحه. اول حاجه هتلاحظها وانت راكب عتب الفا روميو الفونت شيك قوي. وفتحه شنطه العربيه كهرباء من هنا زي ما انتم شايفين، وهنا فتحه الكبوت. هنا الانوار. ديركسيون الفا روميو اللي شكله شياكه قوي. شاشه العربيه، تعالوا نفتح الكونتاكت كده عشان اوريكم الشاشه سريعا. وهنا بصوا كل ده جلد، المواد كلها جلد وبريميوم قوي. تعالوا كده نفتح الكونتاكت، تشوف الانيميشنز بقى الفا روميو طبعا. وهنا بصوا في انوار الفا روميو مبرقالك.
هي طبعا انفوتيمنت سيستم مش هقول لكم جامد، ولكن هو متواضع. اكيد لو في عربيات في فئة السعر دي اكيد هيبقى انفوتيمنت سيستم بتاعها احسن. هو زي ما انتم شايفين فيها نافيجيشن، بيلت ان نافيجيشن، وابل كار بلاي، اندرويد اوتو. فيها شورت كاتس من بره. هنا درايفر اسيستنس والتكييف طبعا، بس هي لاجي سنة مش اسرع حاجة. في هنا بلايند سبوت طبعا، لين ديبارتشر وورنينج، انتليجنت كروز كنترول. فيها ترافيك ساين ريكوجنايزيشن، لو انت مثلا هي عربية بتشوف اليافطة اخرها السبيد ليميتر كام، وهي بتقولك ما تعديش السرعة دي. فيها طبعا كاميرات في كل حتة وحساسات. كده كده الاوبشنز دي فولي لودد اكيد. فيها تاير بريشر مونيتورنج، وبتقولك كمان بصوا حتة كده تكنيكال شوية، بتقولك مثلا ضغط التربو، استهلاك العربية زي ما انتم شايفين اهو. التحكم ما بين الاول ويل درايف او ريل ويل درايف، هي بتقولك هنا النسبة بالظبط. وهنا النظام الدي ان اي زي ما انتم شايفين اهو، ممكن تحكموا فيها ان هي تبقى اول ويل درايف او ريل ويل درايف. فاوبشنز لذيذة جدا ورياضية، عربية الصراحة جامدة جدا في الاوبشنز الرياضية. والبيلد ان نافيجيشن كويس برضو، بس انت هتستخدم ابل كار بلاي واندرويد. واحساس البادل شيفترز يا جماعه ما يتوصفش، لازم تنزلوا تجربوها انتوا بنفسكم. بادل شيفترز جامده جدا، حاسسك كده انك راكب عربيه اغلى منها الضعف. مش هتحس ان دي عربيه 3 مليون جنيه مثلا او كده، لا خالص. العربيه هتحسها اغلى الضعف من ثمنها بسبب بادل شيفترز الالومنيوم دي. اكتر حاجه تميز العربيه في فئتها هي بادل شيفترز دي. والالفا روميو جوليا فيلوتشي تعتبر من احلى العربيات اللي انا صورتها على القناه ايطالي. العربيه فيها دي ان ايه ايطالي في العربيه كلها، هتحس انك راكب عربيه اصلا اغلى من العربيه الضعف من كتر الاوبشنز اللي هتلاقيها والشكل والدي ان ايه بتاع العربيه واداء العربيه الفايق اللي طول الوقت وثبات العربيه الجامد جدا. فانتوا غالبا مش هتواجهوا اي عيوب في العربيه خالص، غير ان سعرها غالي. اكيد طبعا سعرها غالي عشان فيها الحاجات اللي بتقدمها لك، وموتور 2000 سي سي. وانتقاد كمان شاشة العربية، بس انفوتيمنت سيستم بتاعها مش أحدث حاجة. مش مثلا زي بي ام دبليو اي درايف أو نظام مرسيدس الام بي يو اكس بتاعها، بس أكيد ممكن يتحسن مع فيرجنز تانية. كان معاكم إياد إسلام سمير، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سبسكرايبك الجميل، سلام.